الله ريحه النقا، ريحه ساني كروا، ريحتاش ريحه الخزامه والماس من بين المناطق اللي كتنوض فيهم واحد الخزامه رائعه جدا. الخزامه كمنتوج محلي فيه بزاف ديال المزايا صحيه، نقدر نلخصهم لك بالزربه باش ما نتلفكش. اول حاجه الناس القدام شنو كانوا كيديروا؟ كيشدوا الخزامه الاوراق ديالها وكينشفوهم وكيديروهم في كمامس وكيخشيوهم في لوسيد. علاش؟ ملي كتشكا وكتشم ريحه الخزامه كتدخل في نوم عميق، الجوده ديال النعاس ديالك كتحسن، والناس اللي كيعانيو من الانسومني ولا من الارق الخزامه مزيانه ليك. النقطه الثانيه اللي مهمه هو انك تقدر دير بها امتزاج، سورتو الورد ديالها ولا لا فلور ديال الخزامه كتشد واحد شويه كتنشفو، تقدر ديرو مع الماء سخون مع شويه ديال العسل وتشربو، ما تفوتش واحد 2 ا 3 غرام، كميه قليله. الخزامه الاختصاص ديالها الصحه الجلديه، ليكزيما، الحبوب الا كان تينوض الحبوب في الجلد، مشاكل جلديه، بزاف ديال الحوايج، الخزامه عندها دي بيان في ولا مزايا صحيه رائعه على الجلد ديالك. الخزامه من بين المنتوجات المحليه اللي خصنا نفتخروا بهم وخصنا نتمنوهم حيت عندهم قيمه سوقيه طالعه. بارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك. والخزامه راه كاينه في المنطقه ديال والماس، معروفه بها وعندهم واحد الجوده رائعه ديال الخزامه. الخزامه ليك واللي عزيز عليك واكي عور.